ملك ماليزيا السابق السلطان محمد الخامس تصدر العناوين مرة تانية بسبب زواجه المثير للجدل. المرة دي اتجوز في السر عارضة أزياء وممثلة أمريكية اسمها بريتني بورتر، لكن اللي بدأ كأنه قصة خيالية اتحول بسرعة لكابوس بالنسبة لها. طيب إيه اللي حصل فعلاً؟ إزاي كل حاجة انهارت بسرعة كده؟ وإيه اللي عملوا فيها واللي محدش كان متوقعه؟ اتفرجوا على الفيديو كامل علشان تعرفوا. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك. يلا بينا نبدأ. سلطان محمد الخامس هو الملك السابق لماليزيا. سجل سابقة تاريخية في 2019 لما بقى أول ملك في تاريخ البلد يتنازل عن العرش بإرادته. بس اللي أغلب الناس فاكراه به مش تنازله عن العرش، هي الفضايح اللي كانت حوالين حياته الشخصية. اتجوز أكثر من مرة. أول جوازة له كانت سنة 2004 من أميرة تايلاندية اسمها زبيدة، لكن الجوازة دي انتهت بالطلاق. وبعد كده اتجوز في السر واحدة تشيكية اسمها يانا ياكوبكوفا اللي أسلمت وغيرت اسمها لنور ديانا بترا. الجوازة دي فضلت متخبية عن الناس تماماً لسنين، وبعدين حصلت الفضيحة اللي اتكتبت عنها الجرايد في كل العالم، واللي كانت بطلتها العارضة الروسية أوكسانا فيفودنا، وطلاقهم اللي كان قدام الناس كلها. بس دي ما كانتش نهاية قصته، لأن واحدة أمريكية كانت هتكتشف بنفسها هو سلطان محمد ده راجل عامل إزاي بالضبط. بريتاني بورتر اتولدت يوم 28 فبراير 1995 في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. مش معروف كتير عن حياتها المبكرة وتربيتها، لكن حسب التقارير هي حصلت على بكالوريوس من معهد الفنون في هوليوود. هي بدأت حياتها المهنية كعارضة أزياء، لكن حلمها دايماً كان إنها تبقى ممثلة. هي ما تخلتش عن الحلم ده، وفي سن 29 قررت تاخد الموضوع بجدية أكتر. هي التحقت بفصول تمثيل في استوديو مارجي هابر في لوس أنجلوس، وبدأت تروح اختبارات التمثيل بشكل منتظم أكتر، وكانت بتأمل في لحظة الانطلاقة بتاعتها. مع الوقت قدرت تحصل على أدوار صغيرة في إنتاجات مستقلة ومشاريع أقل شهرة زي Unbelievable وThe Drive وكراون، وكلهم اتعرضوا في 2024. في نفس السنة دي حياتها تغيرت بطريقة عمرها ما كانت تتوقعها. في يناير 2024 وهي في نيويورك اتعرفت على السلطان محمد الخامس عن طريق أصدقاء مشتركين. من أول لقاء بينهم كان في انسجام فوري بينهم، طالت بعدين كان في كيمياء فورية، وضحك بينها ووصفته إنه ذكي، وكمان قالت إنه عنده لكنة بريطانية لطيفة. هما كانوا مجرد أصدقاء في الأول، لكن بدأوا يتكلموا كل يوم وبسرعة جداً. اللي بدأ كصداقة بسيطة اتحول لحاجة أكبر بكتير. ومع تطور علاقتهم بريتني تعرفت على أسلوب حياة قليل جداً من الناس في العالم بيجربوه. السلطان سافر بيها هي وأصحابها لأفخم الأماكن في العالم، وقعدوا في أرقى الفنادق، وجربوا مستوى من الراحة والتميز كان شبه الخيال. هي بعدين شرحت إنه كان كريم جداً، مش بس معاها لكن مع كل اللي حواليها كمان. هدوم من أشهر المصممين، شنط ومجوهرات. بالنسبة لبريتني فعلاً كانت حاسة إنها عايشة الحلم اللي كانت دايماً بتحلم بيه. بس زي ما بيحصل كتير في القصص دي، كل حاجة كانت هتتغير بسرعة جداً. قبل واحدة من رحلاتهم للشرق الأوسط السلطان فاجأها بعرض جواز. أداها خاتم ألماس أزرق مبهر، وقال إنه اختاره عشان يكون نفس لون عينيها. بريتاني وافقت بسعادة، بس اللي حصل بعد كده في رحلتهم هيبقى بعدين من أكتر الحاجات المحيرة والصادمة في القصة كلها. السلطان نظم مراسم دينية وجاب أصحابها بالطائرة عشان يكونوا جزء منها. كان في إمام موجود، وبريتني مرت بعملية اعتناق الإسلام، وده كان بالنسبة لها طقس خطوبة بسيط لكن له معنى. وكانوا بيخططوا يعملوا فرح أكبر في ماليزيا وكمان في أمريكا. اللي ما كنتش تعرفه واللي اكتشفته بعد شهور إن الحفل اللي شاركت فيه كان في الحقيقة عقد نكاح، يعني زواج شرعي وقانوني حسب الشريعة الإسلامية. يعني بمعنى تاني كانت متجوزاه بالفعل من غير ما تكون مدركة ده وقتها. ولما رجعوا ماليزيا بقت بريتني تلقب بالتشيب وان، وده لقب شرفي للسيدات غير الملكيات اللي بيتجوزوا من أفراد العائلة المالكة الكبار.
اتقال لها إنها لازم تغير شكلها وتصرفاتها علشان تبقى زي ما هي بتوصف شبه الكمال طول الوقت. وبسرعة جدا الضغط زاد عليها. كان متوقع منها إنها تجيب وريث وبالذات ولد في أسرع وقت ممكن. بريتني في الآخر حملت، لكن للأسف حصل لها إجهاض. الخسارة دي غيرت كل حاجة. السلطان اتضايق جدا وبيقولوا إنه بطل يرد على مكالماتها ورسائلها. وبرغم كده وبرغبتها إنها تكمل، بريتني رجعت كاليفورنيا عشان تقابل منظمة حفلات الزفاف، وكانت فكرة إنهم هيكملوا في خططهم. بس بعدها على طول محمد تواصل مع واحدة من صحابها وقالها إنه العلاقة انتهت ووصفهم إنهم انفصلوا. وبإصرارها إنها تعرف الحقيقة، بريتني سافرت ماليزيا عشان تواجهه، بس هو ما كانش هناك، وقالوا لها إنه راح سنغافورة. وبريتني بعدين قالت إنها عمرها ما سمعت منه تاني. قالت هو عمل لي بلوك على كل حاجة. وصدمتها كبرت أكتر لما اكتشفت إنه لسه متجوز مراته نور ديانا. مش بس كانوا لسه متجوزين، دول كمان احتفلوا مع بعض بالذكرى ال15 لجوازهم. قال لي إن جوازهم انتهى. بريتني قالت أنا ما كنتش أعرف إني الزوجة التانية، هو قال لي إنهم ما بقوش بيتكلموا خالص وإن الموضوع انتهى وإنها ما بقتش جزء من حياته. لو كنت عرفت إني هكون الزوجة التانية مش عارفة إذا كنت هقبل بكده ولا لأ. بريتني كمان عبرت عن إحساسها بالذنب بسبب صرف السلطان ببذخ، وهي عارفة إنه كلينتون الولاية اللي هو بيحكمها تعتبر تاني أفقر ولاية في ماليزيا. كان صعب علي أستوعب إن في ناس حتى مش لاقيين احتياجاتهم الأساسية، لأني شفت إزاي الحاكم بتاعهم عايش. الفلوس دي المفروض تتصرف على الناس، أنا حاسة بالذنب إني كنت جزء من ده. هي قالت كده. من بعد ما علاقتهم انتهت، بريتني ما فضلتش ساكتة. هي لجأت للسوشيال ميديا ونشرت صورا من محادثاتهم وصورا من سفرهم مع بعض وصورا للهدايا الفخمة اللي كان جابها إلها. أنا أستحق إنهاء واضحا للموضوع وطلاق محترم واعتذار محترم، هي كتبت كده. للأسف دي ما كانتش أول مرة السلطان محمد الخامس يعمل كده مع ست. نفس المصير حصل للموديل الروسية أوكسانا فويفودينا اللي اتجوزته في السر وهو لسه كان ملك. هي أسلمت عشانه، وضحت بكل شغلها في عرض الأزياء، وصدقت من قلبها إنها عايشة في قصة خيالية. بس السلطان كان عنده زوجة سرية من الأول، اللي هي ديانا نفسها اللي لسه معاه لحد النهاردة. ولما ديانا عرفت عن أوكسانا اتقال إنها سربت فيديوهات من ماضي أوكسانا في عرض الأزياء للصحافة الماليزية. الفضيحة انتشرت في كل البلد، وأوكسانا اللي كانت حامل وقتها اطردت من القصر واضطرت ترجع روسيا لوحدها. هي خلفت ابنهم إسماعيل ليون في مايو 2019، ولسنين السلطان رفض حتى يعترف بالطفل إنه ابنه. لحسن حظ بريتني، الإجهاض اللي مرت بيه يمكن كان هو الحاجة الوحيدة اللي أنقذتها من مصير أصعب بكتير. النهاردة هي بتعيد بناء حياتها واحدة واحدة بعد ما قضت كام شهر في المملكة المتحدة وركزت على صحتها النفسية وخضعت العلاج. رجعت تاني للحياة العامة. دلوقتي هي بتسعى لمشوار موسيقي تحت اسم الشهرة بروكلين، ونزلت بالفعل أغنيتين سينجل السنة دي، وفي ألبوم كامل جاي في الطريق. أما بالنسبة للسلطان محمد الخامس فهو لسه ما عندوش وريث ذكر، وبما إن ده نمطه هي مسألة وقت بس قبل ما واحدة تانية تلاقي نفسها عايشة نفس الحكاية الخيالية وبتواجه نفس النهاية. بتفتكري إنه السلطان محمد الخامس هيواجه يوماً ما عواقب الطريقة اللي عامل بيها الستات في حياته؟ شاركي رأيك في التعليقات. وكده نكون خلصنا. لو عجبك الفيديو وعايزة تشوفي فيديوهات أكتر زيه، ما تنسيش تعملي لايك تحت وتظهري تقديرك، ولو لسه مشتركتش أكيد هتحبي تشتركي. اشتركي في قناتي وفعلي جرس التنبيهات عشان توصلك إشعارات أول ما أنزل فيديو جديد كل أسبوع. بشوفك في الفيديو الجاي.